السلام عليكم، ازيكم؟ كنت بتناقش مع واحدة عن أهمية إننا نقرأ عن تربية الأولاد في الأيام دي، إن يبقى عندنا وعي في الموضوع ده، أو إن إحنا ندور إزاي نربي ولادنا وندرس ونسمع. فقالت لي إن كل ده مش مهم، إحنا اتربينا، آبائنا وأمهاتنا ربونا كده بالفطرة من غير ما يبقى عندهم أي معلومات، ومن غير ما ياخدوا كورسات، ومن غير ما يقرأوا كتب، وإحنا هنربي ولادنا زي ما ربونا. فالتربية شيء سهل وبسيط وفطري، فزي ما اهلنا ربونا احنا هنربي ولادنا. طيب انا طبعا معترضة جدا جدا على الكلام ده ومش معاه. ليه؟ لعدة اسباب. اولا، الزمن اختلف جدا جدا عن زمان. الدنيا دلوقتي بقت مفتوحة جدا. زمان كان مصدر المعلومات للولاد الاب او الام او الكتب، او لو في حد مثلا في المنطقة زي شيخ او حد مثقف، دول كانوا مصدر المعلومات الوحيد للولاد. فكانت الدنيا محدودة جدا. لكن دلوقتي تعالوا شوفوا مصادر المعلومات للولاد. نت بقى بمنصاته الكتيرة، والصحاب معلوماتهم برضو حاجة يعني كارثة. فحرفيا دلوقتي ولادنا بقوا يعرفوا كل حاجة ويسمعوا عن كل حاجة وبيشوفوا كل حاجة مع أصحابهم، حاجات احنا في وقتنا ما كناش نقدر ناخد عنها اي معلومات او نعرف عنها اي معلومات. كمان الولاد دلوقتي بقى عندهم الجراءة اللي تخليهم ينفذوا برضو اللي احنا في سنهم ما كناش نقدر نعمله. فمهم جدا اننا نكون متابعين ولادنا ومتابعين التطورات اللي حواليهم، ونعرف نتعامل ازاي معاهم بطريقتهم هم، او بالطريقة اللي تنفع معاهم، مش بالطريقة اللي تربينا عليها. كمان زمان كانت الأسرة الممتدة بتربي مع الأب والأم. يعني إيه الأسرة الممتدة؟ اللي هي العيلة الكبيرة، الخال والخالة والعمة والعم، كانوا كل دول بيساعدوا الأب والأم في التربية. كانوا لما الطفل بيعمل حاجة غلط بيأدبوه وبيقوموه مع الأم والأب. لكن دلوقتي للأسف ما بقاش ده موجود، بالعكس في أسر بتدمر مش بتربي. ودلوقتي بنسمع مشاكل كتير وشكاوي امهات كتير انه انا لما بروح عند العيله، سواء عيله الاب او عيله الام، بيكسروا القوانين اللي انا حطاها لابني، ما بيساعدونيش ان انا اربي ابني، بيعلموا ابني سلوكيات غلط. فبقى ده تحدي تاني محتاجين نعرف نتعامل معاه ازاي. كمان زمان كان في مسجد بيربي، كان في مدرس بيربي، كان في مدرسه بتربي، لكن للاسف كله ده ما بقاش موجود دلوقتي. فأصبح الحمل والضغط كله على الأب والأم. فده يحتم علينا ويفرض علينا إننا لازم نتعلم طريقة التربية الصحيحة. وعلى فكرة إحنا لو قرأنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا طريقة تعامله مع الأطفال، ده يكفينا جدا جدا جدا. يعني مش لازم التربية الحديثة بقى والحاجات اللي طلعت جديد، لا، احنا التربية في القرآن والسنة مع بعض الأدوات والوسائل اللي تناسب ولادنا في الزمن ده يبقى كويس جدا. وأخيرا أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم.